تالتة اعدادي باقي 3 ايام وانا لسه ما فتحتش المنهج ومش عارف اعمل ايه. بص انت هتعمل 3 حاجات بالظبط باذن الله هيساعدوك بشكل كبير جدا ان انت تعرف تحل في الامتحان. احنا دلوقتي بقى معانا 3 ايام ومعانا 5 مواد. هنعمل ايه؟ هنمسك اليوم الاول هنخلص فيه العلوم والدراسات، اليوم الثاني هنخلص فيه الانجليش والعربي، واليوم الاخير معانا هنخليه فقط للرياضيات عشان هي ماده شويه رخمه. طيب انا هقدر اخلص مادتين في اليوم؟ تقدر. ما تقوليش مش هقدر، انت خلاص ما قدامكش فرصه تانية. انت خلاص هتفوق امتى؟ هتفوق امتى؟ انت امتحانك خلاص بعد 3 ايام اهو. انت بجد مستني ايه؟ هتقدر. طب هعمل ايه؟ هتفتح دلوقتي يوتيوب هتكتب مراجعه عربي هيظهر لك اكتر من فيديو، هتختار فيديو واحد بس ما تشتتش نفسك، هو فيديو واحد. هتبدا تسمع المدرس وتكتب كل حاجه هو بيقول عليها مهمه عندك في الكشكول. خلاص سمعت المراجعه وكتبت كل الحاجات اللي المستر قال عليها مهمه، اقفل لي الفيديو واقعد ذاكر كويس جدا الحاجات اللي المستر قال عليها دي مهمه قوي. تمام تمام. هعمل ايه تاني؟ هجيب امتحانات المحافظات كلها وابدا احلها. امتحانات المحافظات بيجي منها الامتحانات تاني. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب مراجعه للمنهج كله، هبدا اكتب الملحوظات اللي المستر قال عليها مهمه. تالت حاجه هحل اسئله المحافظات، وهتعمل كده على المواد اللي عندك كلها. نفس الفكره عندك في الدراسات، هتجيب مراجعه على الدراسات، تكتب الحاجات اللي المستر قال عليها مهمه او الحاجات الرخمه شويه اللي انت مش هتعرف تذاكرها عندك من الكتاب. بعد كده تبدا تذاكر الحاجات اللي انت كتبتها وتبدا تقرا الدرس تاني من كتاب الشرح عندك، تفتح كتاب الشرح اللي موجود فيه الدروس الاساسيه تقراه تاني، وبعد كده تجيب اسئله المحافظات وتحلها او حتى تسمع مدرس هو بيحلها وتعرف هو ازاي بيفكر في السؤال. الرياضه نفس الفكره، هتسمع مراجعه للجبر لوحدها ومراجعه للهندسه لوحدها وتبدا برده تحل امتحانات المحافظات اللي عندك. لو انت عملت ال3 حاجات دول هتلم المنهج باذن الله في 3 ايام وهتعرف كمان تحل. تالتة اعدادي اللي لسه ما بدأش ومش عارف يعمل ايه خالص، بص اقسم بالله لسه في وقت كبير جدا، بس انت تقوم تستغله وتقوم دلوقتي تذاكر. ما تسمعش اللي يقول لك خلاص اصحى بقى وذاكر الصبح والكلام ده. قوم الوقت اللي ظهر لك فيه الفيديو، اقعد لم الحاجات اللي وراك واقعد حل امتحانات. الوقت قسما بالله لما يعدي مش هتعرف تعيده تاني. يوم النتيجه كفيل ان هو ينسيك كل حاجه. يوم النتيجه اعرف ان انت تعيط، لا اما دموع فرح لا اما دموع حزن، انت اللي بتختارها. قسما بالله كل تعبك طول السنه بالنتيجه اللي انت هتجيبها في يوم النتيجه مش هتنساه كله، هتنسى كل التعب ده وهتفتكر بس النتيجه. افضل مكمل لحد الاخر. باقي 3 ايام وما بداتش قوم ذاكر، باقي لي ساعه الامتحان وما بداتش قوم ذاكر برضه. افتكر ربنا بيجازيك على كل التعب ده، ما تكسلش. خلاص هانت جدا 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 وباذن الله هتفرح قريب وتخش ستيم اللي انت عايزها او تخش تمريض او تخش ثانويه عامه، ايا كان اللي انت عايز تدخله باذن الله ربنا هيوفقك ويرزقك بيه.